بس صح كده. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، يسعدنا ان نلتقي مع واحد من نجوم الزمن الجميل في نادي المنصوره في جيل الذهبي، وهو الكابتن اشرف الموجي، ليبرو ومدافع اصيل في جيل رائع جدا للمنصوره. برحب بك معانا كابتن اشرف. سعيد جدا بوجودي مع حضرتك، كابتن خالد عبد الشفيع، من حبيبي احب كابتن. المذيعين الي، وفي قناتنا المحبوبه اللي بتابعها طبعا كتير جدا، بتابع حضرتك وكل من فيها، القسط كله. قناه الخمسه، قناه اسكندريه الرائعه، البلد الجميل الذي اعشقه واعشق اجياله اللي مثلت الاتحاد والاولمبي طبعا. فرصه طيبه يا كابتن اشرف، بنتكلم في نبذه كده وفي لقاء سريع عن بدايات الكابتن اشرف الموجي واهم ماتشاتك واول مباراه للكابتن اشرف الموجي مع فريق المنصوره في عصره الذهبي. انا بدات مارست كره القدم وانا في الفريق الاول وانا في سن 17 سنه. تمام. وكانت اول مباراه، يعني مباراه خطيره جدا وهامه جدا، وكانت نقله كبيره جدا في حياتي، وهي مباراه النادي الاهلي في القاهره. وكنت بقى مكلف بمراقبه الكابتن محمود الخطيب، طبعا ده كانت اسطوره من بدايه كانت اساطير صعبه قوي. جدا جدا في استاد تمام. القاهره، في وسط ما يقرب من حوالي 60 70 الف متفرج. تمام. وشاءت الاقدار طبعا ان كل من يتابع المباراه بيراقب الكابتن محمود الخطيب، وبالتالي انا موجود في الكادر، وبالتالي اديت مباراه كبيره جدا، وكانت البدايه والانطلاقه، لان المباراه انتهت بالتعادل 0-0. وكان طبعا ده نقله كبيره جدا، وكان الجاذب بان هو يلعبني في هذه المباراه الكابتن زكي عثمان. لمعلومات حضراتكم يا جماعه، الكابتن اشرف موجي 17 موسم دوري عام. ما شاء الله كابتن اشرف، نعم. 17 موسم مع نعم. المنصوره. نعم. اكثرهم دوري عام. طبعا، يعني حوالي 12 او 13 سنه ما دوري شاء الله ممتاز. ما شاء الله. الماتش الذي لا ينساه هو الكابتن اشرف الموجي في تاريخ كلاعب مع المنصوره. طبعا اهم مباراه في تاريخ حياتي كانت مباراه المنصوره والزمالك. تمام. لان المنصوره فضلت من سنه 55 منذ صعودها للدوري الممتاز لغايه سنه 89 لم تستطيع الفوز على نادي الزمالك، لكن حققت كل الانتصارات على جميع انديه الدوري. في 89 شاءت الاقدار ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل الانتصار على ايدي، في طبعا بمساعده زمايلي كلهم، في مباراه شهدت فوز نادي المنصوره على الزمالك 1-0 في 27 نوفمبر 1989. لن انسى هذا التاريخ ابدا. وكان بيقود نادي الزمالك الكابتن زكي عثمان، وكان بيقود نادي المنصوره الكابتن عصام بهيج، عشان كده كان في حساسيه كبيره جدا للمباراه. وطبعا كان في تعليق جميل جدا من الكابتن محمود معروف، انه قال ان الموجي يهدم الزمالك 1-0، لان كان في انقلاب في ذاك الوقت بهذا الانتصار. طبعا دي مباراه لا انساها ابدا ابدا في تاريخ حياتي، لانها بقول اول فوز لنادي المنصوره على الزمالك، وفي نفس الوقت كانت نقله كبيره جدا للجيل بتاعي ان احنا نحقق فوز خارج ملعبنا على نادي الزمالك. فكان شيء كبير. الزمالك في الوقت ده كان اسماعيل يوسف، ومع الاحتفاظ بالالقاب، وجمال عبد الحميد، واحمد عبد اللطيف الحاوي، واشرف قاسم، وهشام يكن، وحسين السيد، وفرقه كبيره جدا 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 جدا، اسماء كبيره، يعني الحقيقه وحققنا فوز رائع يعني. رساله الكابتن اشرف الموجي، قلب دفاع المنصوره لنجوم المنصوره خلال هذه المرحله، من اجل عوده المنصوره لمكان اللائق بنادي المنصوره العتيد الكبير. طبعا رسالتي ان نادي المنصوره كبير، ونادي المنصوره اسماءه كبيره، ونادي المنصوره طلع لمصر اجيال عظيمه، سواء كان في السبعينات الهادي والدير والشال وسطوحي وسعد سليط طبعا، والبابلي واحمد شاكر ووجد غزي وحسن مجاهد. وبعد كده في الثمانينات محمد شاهين، طلع في الثمانينات بقى محمد شاهين وهشام شوقي وحماده نبيه وخالد المشاطي ويسر هيبه ونصر الدسوقي واشرف الماحي. وبعد كده حسام صديق، نجم كبير في نص الملعب، من اعلى اللاعيبه اللي في نص الملعب. حسام صديق نجم كبير جدا. وبعد كده جت اجيال التسعينات، ايمن محب ووليد عبد اللطيف وياسر الكناني وتامر عبد الحميد وعبد الظاهر السقا وياسر ريان، ونجوم كبيره جدا، نجوم عظيمه. انا بقول للجيل الموجود دلوقتي ان الفرصه ما زالت قائمه، الفرق نقطه واحده. نستطيع ان شاء الله باذن الله بالتفاف مجلس الاداره حول اللعيبه، ونقفل على نفسنا، ونعرف يعني ايه اسم نادي المنصوره، ويعني ايه النادي المنصوره ده اسمه كبير جدا، عشان نستطيع بعد كده ان شاء الله باذن الله نعود الى الدوري الممتاز. ودي فرصه كبيره المجموعه نستطيع من خلالها ان احنا نوصل باذن الله. واتمنى من الله عز وجل انه يحقق هذا النصر، وان احنا نصل الى الدوري الممتاز مره ثانيه. بس انا عايز قبل ما انهي ان شاء الله يا استاذ خالد، طبعا انا سعيد جدا بحضرتك، ومش عايز اقول لك انا يعني بزداد شرف بتواجدي معاكم في القناه العظيمه قناه الخمسه. لكن في نفس الوقت عايز اقول ان انا من محبي ومن
ومن عشاق نادي الاتحاد السكندري تمام. باجياله الكبيره جدا، وخاصه جيل عرابي ومحي وبوبو وكيلاني وكروان وبكر وشحته ووحيد وفكري مرسي وعادل البابلي والجارم وعصام شعبان وسمير مخيمر ورزق نصار وايهاب، وجيل عظيم جدا. بالاضافه الى النادي الاولمبي في ذاك الوقت كان السويسي وعادل عبد المقصود وعبد الحكيم عثمان وكيبر، وكان الحقيقه يعني اجيال، وعاصم زغلول، اجيال كبيره جدا جدا جدا. واتمنى للاسكندريه كل مزيد من الازدهار والتقدم، واتمنى للقناه الخامسه قناه اسكندريه الجميله العظيمه ان هي تكون في ازدهار وتقدم ورقي اكثر مما هي روعه وجمالا. ولحضرتك بصفه شخصيه كل الشكر والتقدير لهذا اللقاء الطيب الذي اتمنى ان يلقى يعني متابعه الجميع ان شاء الله. شكرا للكابتن اشرف الموجي قلب دفاع المنصوره واحد نجوم الكبار في تاريخ نادي المنصوره الكبير. كل شكر كابتن اشرف، الف شكر كابتن. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا.